اهلا بيكم. النهارده عايزه اسالك سؤال مهم. لو حد جه سالك انت مين بالظبط هتردي وتقولي له ايه؟ لو اول اجابه جت في مخك انك تردي وتقولي انا او انا مامة فلان وفلان، يبقى لازم تتفرجي على الفيديو ده للاخر، لاننا هنتكلم عن موضوع خطير جدا ومهم جدا. موضوع ان الاموم مش المفروض تكون هي شخصيتك كلها. وعارفه ان كتير منكم زمانه دلوقتي بيقول طب ايه المشكله، ما انا فعلا الاجابه بقى ان فعلا مفيش مشكله انك تبقي وبالعكس ده شرف وشرف كبير. بس المشكله انك لما تبقي فعلا مش حاجه الا انك وتكوني نسيتي انت كنتي مين قبل الامومه. وده اللي هنتكلم عليه النهارده. هنشوف ايه المشكله لما الست فعلا بتبدا تخلي هويتها الوحيده هي ان هي وازاي نقدر نرجع نفسنا وشخصيتنا من غير ما نأثر في واجباتنا كأمهات. اول حاجه تحديد المشكله. عايزين نفهم ايه اللي بيحصل بالظبط. هنتكلم عن العلامات اللي بتدل ان الامومه بقت هي هويتك بس. اول حاجه لما تتعرفي على اي حد جديد ما بتقوليش على حاجه غير انك مامة فلان مامة فلان، ما بتتكلميش عن اي حاجه عليكي، عن شخصيتك او عن انجازاتك الشخصيه. تاني حاجه كل حواراتك وموضوعاتك بقت بتدور حوالين ولادك، مع جوزك، مع اصحابك، مع نفسك، مع اهلك، حتى مع نفسك بتتكلمي جوه مخك على ولادك وبس. تالت حاجه كل وقتك وطاقتك موجهه للولاد بس، يعني ما بقيتيش بتعملي اي حاجه لوحدك او لنفسك، كل الوقت الفراغ اللي عندك بتوجهيه عشان ولادك. رابع حاجه على طول حاسه بالذنب لو فكرتي تعملي حاجه لنفسك، تقعدي تقولي انا ليه عملت كذا، طب ما اهم اقعد مع ولادي، انا ليه رحت في الحته دي، طب ما كنت قضيت الوقت ده مع ولادي. خامس حاجه ما بتشوفيش في المستقبل غير ولادك، ودايما بتبقي ناعيه هم اليوم اللي يكبروا ويسيبوكي، وبتبقي فعلا مش عارفه هتعملي ايه من غيرهم. دلوقتي بقى هنتكلم على ليه ده خطر او ايه المشكله في كده. اولا خطر على صحتك النفسيه، بتحسي بفقدان الهويه والضياع، وبتدخلي في اكتئاب وقلق، وبتحسي انك مش عايشه حياتك، انك بس بتعيشي عشان غيرك. ثانيا خطر على ولادك. الولاد بيكونوا محتاجين يشوفوا امهم انسانه كامله وعندها اهتمامات، محتاجين يتعاملوا ويعرفوا ان كل انسان ليه حقوق وليه احلام. تاني حاجه خطر على ولادك، وده اللي كتير عمرهم ما بيفكروا فيه، ان ده بيكون خطر على ولادنا كمان. الولاد بيكونوا محتاجين يشوفوا مامتهم كانسانه كامله عندها اهتمامات وعندها احلام، ولازم يتعاملوا ان كل انسان لازم يكون ليه حقوق. كل ما الام بتكون متوازنه وسعيده، كل ما الاطفال او الولاد بيحسوا بالامان اكتر. وتالت حاجه ده خطر على علاقتك الزوجيه. جوزك اتجوزك كانسانه كامله مش بس علشان تبقي والعلاقه للاسف بتفقد عمقها لما كلها بتبدا تدور حوالين الاطفال وخلاص، وبالذات لو بقى كل كلامكم وكل حواراتكم بتدور حوالين الولاد وبس. رابع حاجه بقى خطر على مستقبلك. لما الولاد يكبروا ويبقوا مستقلين بحياتهم، انت وقتها فعلا مش هتبقي عارفه تعملي ايه. وامهات كتير بيجي لهم حاجه اسمها متلازمه العش الفارغ، ان هم بيبقوا مش عارفين يتصرفوا او يبقوا ايه بعد ولادهم، علشان هويتها كلها كانت ان هي امهم. ودلوقتي بقى الجزء الثالث هكلمك على نشوف انت كنتي مين قبل ولادك. اول حاجه اسالي نفسك الاسئله دي. اول سؤال، ايه كانت هي احلامك وطموحاتك؟ كنت عايزه تبقي ايه المجال اللي كان بيشدك؟ هل كان ليكي اهداف مهنيه او شخصيه؟ تاني حاجه ايه كانت هواياتك؟ كنت بتحبي تعملي مثلا ايه في وقت فراغك؟ ايه الانشطه اللي كانت بتخليكي سعيده؟ كنت بتقري، بترسمي، بتكتبي، بتطبخي حاجات جديده؟ تالت حاجه ايه كانت اهتماماتك؟ كنت متابعه ايه المواضيع اللي كانت بتثير فضولك؟ كنت بتحبي تتعلمي حاجات جديدة في ايه؟ رابع حاجة ازاي كنت بتقضي وقتك مع اصحابك؟ كنتوا بتتكلموا في ايه مع بعض؟ ايه الانشطة اللي كنتوا بتعملوها مع بعض؟ خدي شوية وقت وفكري في اجابات الاسئلة دي، ولو حابة تكتبيها كمان في ورقة او في نوت بوك اعملي كده. هتكلم بقى دلوقتي معاكي على الجزء الرابع، ازاي ترجعي لنفسك من غير ما تأثري في دورك كأم. خطوات عملية هنتكلم عليها مع بعض. اول حاجة ابدأي بشكل صغير او بسيط. خصصي كل يوم لنفسك من ربع ساعة لنص ساعة عشان تعملي فيها حاجة انت بتحبيها. اعملي حاجة كنت بتحبي تعمليها زمان، بس ما تحطيش ضغط على نفسك. تاني حاجة ارجعي لهواياتك تدريجيا. لو كنت بتحبي القراية مثلا اقري صفحة واحدة في اليوم. لو كنت بتحبي الرسم ارسمي لمدة 10 دقايق. لو بتحبي الكتابة اكتبي مثلا فقرة صغيرة عن يومك. تالت حاجة اتواصلي مع اصحابك القدام اللي مش كل علاقتك بيهم بتدور حوالين ولادكم. اتكلمي معاهم عن مواضيع تانية، واخرجوا مع بعض ولو حتى مرة في الشهر. رابع حاجة اتعلمي حاجة جديدة، كورس اونلاين مثلا في مجال يهمك، مهارة جديدة مثلا ممكن تطوريها من البيت، هواية جديدة تضيف لحياتك. خامس حاجة اتكلمي عن حاجات تانية، ما تخليش كل نقاشاتك ومواضيعك عن الولاد. اتكلمي عن اهتماماتك الشخصية، ناقشي مثلا مواضيع عامة وافلام واخبار. سادس حاجة لازم يكون عندك اهداف شخصية، حتى لو حاجة بسيطة بس تكون قابلة انك تحققيها.
اكتبيها وحطي خطة عشان تحققيها وتوصلي لها، واحتفلي بإنجازاتك الشخصية حتى ولو حاجة بسيطة. وسابع حاجة، اطلبي المساعدة من جوزك، من أهلك، من صحابك، وما تحسيش بالذنب لما تاخدي بريك. راحتك مهمة لو فعلا حابة تدي أكتر. الجزء الخامس، التوازن مش التخلي، وده أهم جزء في الفيديو. أنا ما بقولكيش تهملي ولادك او ما تهتميش بيهم، بالعكس، الفكره ان التوازن هو الحل. انت ممكن تبقي ام ممتازه وانسانه كامله في نفس الوقت. الامومه جزء من شخصيتك مش شخصيتك كلها. لما تبقي متوازنه هتبقي ام احسن. ولادك محتاجين يشوفوكي كقدوه متكامله، يشوفوا ان الانسان ليه احلام وليه طموحات، يتعلموا يحترموا نفسهم ووقتهم، يعرفوا ان الحب مش معناه التضحيه الكامله. علاقتك بجوزك هترجع تاني لما يبدا يبقى ليكوا نشاطات او هوايات مشتركه، لما تبداوا تتكلموا على حاجات غير الولاد. هتبقي اقوى نفسيا وقادره تدي اللي حواليكي اكتر. الانسان اللي بيكون راضي عن نفسه بيقدر يدي اللي حواليه اكتر، مش هتحسي بالمراره والندم، وهتقدري تواجهي تحديات الامومه بشكل افضل. في النهايه، الرساله اللي عايزه اقولها لكم مش ان انتوا تبطلوا تهتموا بولادكم، لكن الفكره انك تهتمي بنفسك وتحطي نفسك اولويه. انتوا امهات بجد هايلين، لكن في الاخر انت برضو انسانه عندها احلام وعندها حقوق وعندها طموحات. ولادنا مش محتاجين ام بتضحي بكل حاجه، هم محتاجين ام تكون مرتاحه نفسيا ومتوازنه وسعيده. ابداوا النهارده حتى ولو بخطوه صغيره، وارجعوا اكتشفوا نفسكم من تاني. اكتبوا لي بقى في الكومنتس انتوا كنت شخصيتكم عامله ازاي قبل ما تولدوا وتجيبوا ولاد، ايه الحاجه اللي بجد نفسكم ترجعوا تعملوها تاني، وايه اول خطوه هتاخدوها بعد ما تتفرجوا على الفيديو ده. عايزاكم لو فعلا استفدتوا من الفيديو ده ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وتبعتوه لحد من امهات يكون فعلا محتاج يسمع نفس الكلام. خلونا نساعد بعض نلاقي التوازن في حياتنا، واشوفكم في الفيديو جاي ان شاء الله.